السلام عليكم عسماء باش تجانت ما مليحشه. نتمنى غتيرين تمليح ان شاء الله. نهارك غاش ندير فيديو جديد ديال قناه كوزينه ريفيه تيفي. سوا غاش ندير يسمى ماني نروح نهار فغ. باش ندير صور ماني روحه. من كي غير فضا. وصافي يسمى من كي غادي النهار يكمل. صافي يسمى كاع جمع خدادات. كي غايق يسمى نايق ولاش ندير بصواغ الطبرة معيق وصافي نهار غادك غير شكراد يرفضها. صراحة يسمى تغدي سنقع التويغ وهن دققع تغو قليل شمارة 10 شهور 6 شهور 7 شهور 8 شهور خلينا نتقي جوما تغدي سنبون تيوي يسمى ماشي زقوم يسن نفع يدايسن. صبح نطاس كور مار خصها ننتق. ننتق ديها يسمى كي غشكرو يكمل السياض خدم مليح يوا سيدي نقي تسدي عذر يقص غير السياض خدم مليح وصافي ربصر تسدي ربصر الصباح الطاس كاع تحب نبصر تيم قرانين شويه نتي الشات ضروري تيشات تسدي سنت الصباح تي الشات صافي ربصر انا اثنين تحب تيم قرانين ناخ ثلاثه يتسدي ربصر يشنا اذكر زشت الزيتون اثنقر خبطانو غاد قران شويت غاد حيان شويت دمزواخنا غاد ربصر. الصراحه يسمت سبحان الطس يصحط سبحني يغس سبحني اثمغاث سبحني ترمشت سبحني كلشي شي تغدي سنبون تيوي الصراحه شي تغدي سنتيوي قاع رميس نغيج نهار غيج الدكتور يساور خاسن يعني ديسن كولاجين عماس كولاجين خازي مرت شي تباستيه ني كولاجين دقني سبحني يغس سبحني يكلشي يعني سبحان الطس نشتغل ديسن بوتيوي الصراحه لاقي السماق قيخ ندي ماميطا كاع يسنز الزيتون وصافي خص غادي نقص صحيين يعني واتقبوز شت نغني كاع شويه نزشت الزيتون وصافي خاطر نجي غاد قران شويه تحيان شويه تمزوا دي ماميطا ني قاخمينات نعرغ ديت كوكوت بركيت كوكوت ني كاع دايس رحيمز قيتنا الناس يزاغ رحيمز قبر كاع ثادي يوم كوامان شويه نتمجحت وصافي صافي نسكرمو شويه خليني ديس نغقر البصر ني يحنجاني مزيان وخا ومرواس نتعجبنا تنشني هادشي غير حمزني ينوان ديار وني وش صافي يعني الحمز قد يسكوشي يعني الصباح الحمز صافي يسمق غير بصرني خاصك اختي ذي الشاثني عقدي الشاثني خوه نشغل دقن شويه ذي شويه بصرني كي صحيه تقربغ شويه يسمى يجي حدي تقيه نبرا رحيمز يتكاسن الزبيب يتكاسن شي تعجبنا نغقر شويه نحيمز تسنتشنا نقر حيمز اكثر يصبح ندير مشتا يعني المشتا سبحان بلا مكور مره اثنيتك ور خريف شويه جهدن يعني شويه قصح ندير خريف صراحه تعجبنا غير حشتي فسوس ندير خريف ايوا صافي يسمى دقق شويه نعامه دقق شويه مسكينجبر دروست كيغ ماريا زين زين تغنجش طم قرنت دقق شويه نخرقهم بركي شويه تقربو الزعفران تقطع شويه نخرقهم مو شويت الزعفران واستعمل قاع هذاك شويه التحميره يشكرات تاس نديس التحميره تاس نديس صبحا تنوع يتقسن شي كاع التحميره وتقسشا صافي تنقرب غمو قرب صرني تيشات النات نجغدون الحيان مليح خاص نقر شويه الطوماطيش درقو بعد شويه المعدنوس صافي هذا السنقصغ غتجغ حيان مليح هذون دير عطريان ني فيش ناث رقص بعد ني الطوماطيش البصل كلشي خاص نعرغ نجغ شويت يعني وخص بود دير فيديو دي زيرا يعني شنو غاش ندير غاي الطريقه مجلس نكيغ وصافي تسهل زعما واقسي حنشاج وناث
جيغ حيا شويت خو كيغا عروا كيغا مان وان مقراش وان خني كيغثن صافي سما سكر دي سنا موثا غنجيش خو خاص نقبا نج غدوان اقوان يسما كيغثن غون كاع فارخت نديت كوكوت كمرنتين نديت كوكوت ضروري خصاص ند كوكوت باش نون دغيا صافا قام مشي كاع عروانسن يقوا الصباح رخو هذا سكر حيمز ضروري يسنع رحيمزني تغسم وقت قبر يموا وسين دروبان وسين دوان مليح هكا صراحه وسين رائعين وسين تشنان خذ تفغر حيمزني غندي سكا هكا رحيمزني نجي اختار ميموا غونكا هذه سكريج العطريات غونكا ضروري هنيتي شاسنج المذاق شنعا صراحه لو صافي يسمع رخوت نعرق شويه خبوطانو اذمون بركي جي غادي سن شويه نعروا يمو ماشي واخا يمني عرواني قوا الصباح صافي عاري غادي يسرحي مزني باش رحي مزني ديال مودي عرواني باش يدي يسير درحي مزني دي سول العطريه ني دي سول عرواني عقاشنت هادي سكر شويه نشمون غونكا شويه نشمون بركي شمون شويه وهاد كنت غو مزوايا خوج المذاق شويه وها يعني جغار مي صافي كلشي ورحي مزني تخخ ديال عرواني مليح يكيج مزيان تغنجشت نشمون صافي رخو غادا نسخسيو نسحب تده تعجيب نعروا ضروري يروا تعجب نطس عروا صافي يسمر خوت نعماغ ايوا صافي يسمر خوت نعماغ للتبصير صراحه تسنتشنان عقب مشي دوسين وسين رائعين يسمى المدى قاصن يرخاني رحيم زني من تاش نتغيني غير المدى قاصن وسين دوان مليح تغزان وان روبان وسين تشنا الصراحه تمنى غنجرب الطريقه هي باش نتعجبني الصراحه باش نتغيني غير مشتا سبحان الطاس ايوا صافي السماك مرق جمعه روح غيجي مشان غدار الام عاد نتخان غيجي وين تدس نشنط بيبين اذا واش انت النصائح انا نخشى عارف انت تصنت مسراين ديالنا ني غادي شان السؤالات تسقسات ني غادي شان المشكله خاص تسقسا ديالنا اون قال مي كمرت كلشي قيم ويدي نتي مغارين تسقسات كلشي تمي خف تسقسا واللي عندها اختها ولا توصل هاد الفكره بلي التلقيح راه مهم التلقيح الوليدات الصغار راهم كيبداو من الشهر الاول كاين تلقيح كيتعطى على ليسونس يعني الخلق هذاك مهم اللي كيتعطى عاوتاني فاش كيجي داك اللي كنقولوا ديال الخلق ديال البنسلجي كيتعطى في 15 يوم لا المهم ابتداء من الشهر الاول وكذلك المراه اللي بعد الولاده كنعطيوها فيتامين دي حتى هي كما كنعطيو البيبي ديالها علاش حيت المراه كتكون ولدات خدات واحد المجهود نسفات من الدم الا جات عندها مرض صحي كتستافد من الحديد ومن فيتامين دي هذا الشيء هذا يمكن ما يتعطاش في البريفي غتمشي تشريه حنا الحمد لله وزاره الصحه موفر لنا هاد الحوايج في المراكز الصحيه ديالنا ونتمنى ان شاء الله نتوعاو ونجيو عندنا مرحبا بكم حنايا راه الاشاره اي استشاره اي حاجه مرحبا بكم يعني وداك الماء كيكون غني بالعديد من المواد الغذائيه اللي كيحتاجها الرضيع للنمو الجسماني وكذلك للنمو العاطفي الادراكي حيث ان الرضاعه كتقوي العلاقه بين الام والرضيع وكتحميه من السمنه والامراض المعديه. وبالنسبه للرضاعه الطبيعيه ما لهاش فوائد غير على الرضيع عندها فوائد حتى على الام حيت ملي كترضع البيبي ديالها الوالده ديالها كترجع لبلاصتها وكتحميها من سرطان الثدي وكتحميها من سرطان المبيض وكتحميها من خطر النزيف ما بعد الولاده وكتحميها ايضا من السمنه. وهناك كنكتب بان الرضاعه الطبيعيه ضروريه في الساعات الاولى من بعد الولاده باش من بعد الولاده للاستفاده في 6 الاشهر الاولى حيت ولا ولات المراه كان عندها نقص شي حاله عندها مريضه الاغلبيه ما كاينش اللي كيعوض الحليب
غادي نسمح لكم ايضا نشوف واحد النقطه، الامهات اللي مجربين انهم ولدوا ورضعوا غتلاحظوا فاش كتكون المراه كترضع شفتوا الماله حيت كيوقعوا مشاكل في الجهاز الهضمي للرضيع، يعني يقدر يجيه الاسهال، يجيه الامساك او الامراض المعديه من ديك الماكله. وغادي نطرقوا دابا المشاكل اللي كيجيو للثديين بسبب الرضاعه. كيكون عندنا تحجر الثدي، يعني الثدي ديال المراه كيتحجر ليها فيها الحليب، وداك الشيء باش ما يبقاش يتحجر ليها خصها تبقى الرضاعه مستمره ليلا ونهارا، وتبقى يعني ما تبقاش دير على ثدي واحد، مره دير هذا الثدي بالتناوب، مره في هذا الثدي ومره في هذا الثدي، وخصها ولا ما كاش البيبي ديالها كيدير مزيان يعني كيرضع مزيان تبقى دير بالشفاط اليدوي او الكهربائي اثناء التهاب الثدي وتشقق الحلمه. يعني وهذا ناتج عن وضعيه غير صحيحه للرضاعه، يعني المراه ملي تجي ترضع خصها تكون في وضعيه صحيحه، تجلس مزيان، دير شي مخده، تهز البيبي ديالها، يعني هو يكون مرتاح وهي تكون مرتاحه. تشدو مزيان حتى اليد خص تشد الولد كله باش تشدو غير الراس تشدو كله باش الولد كيكون مرتاح، شحال ما كان مرتاح شحال ما كيرضع. اذا كان معذبه غادي شي الحلمه ديال راس البزوله خاص يكون كامل في الفم ديال البيبي، الا كان غير النص غادي تشقق لك راس البزوله وغيوقعوا مشاكل وما تبقاش تقدري ترضعي. كان ما داخلش مزيان ما غاديش يرضع مزيان، ما غاديش يخرج الحليب مزيان، غيولي تحجر. دونك البوزيسيون ولا الوضعيه مهمه. وعندنا ايضا مشكلات الحمله المسطحه، يعني كيكون عندنا راس البزوله داخل وكيكون عندنا مشكل في الرضاعه. خصنا ولا كان عندنا هذا المشكل كناخذوا غير هذه الحقنه كنحلوها منا وكنقلبوها، كنقطعوا هذا الراس كنقطعوا هذا الراس وندخلوا هذه منا ونبقاو نجبدو، نديروها هكا نبقاو نجبدو باش تخرج، باش داك راس البزوله يخرج كل صغيره ماشي بحال هذا شويه كبيره على هذه فرين ديال طنقره كبيره. عرفتوا كيتباعوا اصلا كاين اللي عنده راس دابا حنا كنهضروا على اللي ما كاينش نهضروا على الناس اللي جربتوا كريمه حنا الناس ديال الدوله ماشي بس كاين واخا ديري هاد الطريقه ما كيخرجوش كيكون عندهم الراس يعني متبع بالمره. هاد الحالات كتنفع شويه شي راس حاله وتعاوني، هاد الشيء نقدروا نديروه حتى في اثناء الحمل. شوف في حمله ابتداء من الحمل كنوجدوا راسنا، خاصنا نوعاو باللي الحمل راه الفتره كتوجد الولاده، كيفاش غنرضع، كيفاش غنربي داك الوليد، كيفاش ماشي باش ما تصدمش، حيت المراه كتدخل في واحد الحالات نفسيه بسبب داك ما عارفاش طق ولدت عندها بيبي صغير فيها في الليل طاطالنا كتلف دونك كتمشي تهرب من داك الحليب، ما غترضعوش طالما بيبي مساعد طاطالنا واخا هو ما ساهلش، وما غادي تفسر لك اكثر واش ساهل ولا ما ساهلش ضعف الحليب الصناعي. ودابا واخا يكونوا عندنا مشاكل في الرضاعه، مثلا عندك يكون عندك الحلمه المسطحه هكذا، ولكن ضروري نكملوا في الرضاعه الطبيعيه اما بالشفط اليدوي ولا الكهربائي، ونعطيو البيبي مثلا ما قدرتيش تعطيها له غير بهذه تعمري الحليب ديالك وتعطيها له ولا بالمعلقه. مهم البيبغون لا، حيت ولا ولفنا له البيبغون ما بقاش غير يشد لنا البزوله من بعد، حيت كتجي ساهله، حيت الرضاعه الطبيعيه كتكلفو كيجي خصو جهد باش يجي، ماشي بحال البيبغون كياخذوا دغيا صافي غادي نفر لينا من الرضاعه. ودابا نهضروا على ادرار الحليب. ادرار الحليب باش يكون عندنا الحليب كثير خصنا الرضاعه تكون مستمره، يعني كان ناعس ما ناعسش نجبدو، ولا كان كيرضع يعني نبقاو كل 2 ساعات نرضعوه. الولد هو اللي كيدير لنا الصن هو اللي كيدير، يعني الا قطعتيه الا مثلا الا عطيتيه في الليل بيبيرون يعني كتنقص من داك الاوقات داك المرات العدد ديال المرات اللي كتعطيه اللي كينقص لنا الحليب، شحال ما عطيتيه شحال ما رضعتيه شحال ما هو نص شحال ما الحليب الحليب ديال النهار كيتصايب في الليل. راه علميا ان الحليب اللي كيتعطى في النهار اذا تلقاي الحليب صبحتي الصباح كتلقاي بزوج كامره بالحليب، حيت في الليل كيتصايب الحليب ولا رضع البيبي مزيان في الليل الصباح كتبقاي باش تعطي، ما تقولش لا حقا غنخلي شويه في الليل ما نرضعوش الصباح باش نبقى باش نفطروا، لا راه في الليل كيتصايب. هذه هي الفكره الغلطه اللي كياخذوا العيال، صحاب راه كيتجمع شحال ما خدعتهم مزيان راه لا راه خص يخرج باش يتكون الاخر كثير. عاود الام خصها تثق في راسها وتثق في القدره ديال الجسم ديالها بلي هي خصها تكمل الرضاعه وهي قادره تكمل الرضاعه. وضروري خصها عاوتاني التغذيه، ضروري خصها تشرب الماء بزاف، السوائل، الخضر، الفواكه، اللحوم، الاسماك، وخصها حتى الراحه باش تجدد الطاقه ديالها باش تكمل في الرحله ديالها. ولا درناه في الفريغو ولا في المجمد كيبقى لنا 6 شهور.
ودابا فهمنا بلي كاين تخزين الحليب، يعني ما كاينش حجه. غنجبد الحليب نخبعو في الثلاجه، عندي كنخزنو نخزنو الفول اللي تيكون في وقتو، الحليب نخزنو 6 شهور كيبقى في الفريكو ما كيوقع له حتى شي حاجه، يعني ما كاينش حجه. الحليب شوف الرضاعه الطبيعيه خاص تكون عندك انت داك القناعه والرغبه. شوف دابا وصلنا لواحد الوقيته بلي الام والولد ديالها بعاد، راه ماشي جات هكاك وصافي. من الخلق المراه الا رضعت ولدها كتكون بعيده عليه نفسيا. واش داك الوليد ما رضعتيش كي نربي تكون عندها واحد الفرحه. انا حملت بولدي 9 شهور ندير مجهود نحس بالفخر. انا دابا خصنا نوصلوا نعطيو جائزه نوبل اللي كانت عامين كاش كيرجعوا البنات اليوم. علاش ما نعرفش بلو غير عام ما كيكونوا معاه 6 شهور عندها 6 شهور. دابا كل مره انا انا كل مره بغات تتزوج ان شاء الله تاخذ من بين الحوايج اللي تحققوا في داك الزواج ينجح لها نولد ولدي نرد نديرو تحدي، حيت الرضاعه الطبيعيه راه مفيده بها مزيانه عاد كتخرج. كذلك على الرضيع كنشوفوا واش ما عندوش بحال مثلا اثناء الولاده كيكون اختناقات، كنتاكدوا عند البيبي بلي راه مزيان ما عندوش زروقيه ما عندوش ضيق في التنفس ولا عاد كنخرجوا لا ماما هو البيبي ديالها. كانت زيارات كاينه زياره ثانيه اللي كتكون 8 من بعد الولاده كتكون في المراكز الصحيه. كتجي المراه كنشوفوا النزيف ديالها واش طبيعي، حيت المراه ما خصهاش تنزف بزاف، خاص يكون نزيف